ده يتكلم عن السيريس 11 والجيل دوت الازاز بتاعه بقى اقوى مرتين ضد الخدش. السليب تراكنج بقى احسن شويه واوضح بالنسبه لك على السليب اب، تقدر تحدد الديب سليب بتاعك والكور سليب والار اي ام والبيد تايم والاويك، قد ايه انت بتبقى صاحي وقد ايه انت بتبقى نايم. لما وسعوا التقسيمه شويه بقى الموضوع بقى اكيوريت. دلوقتي السيريس 11 بقى بيسبورت ال 5 جي، ايسم بتاعك تقدر تحطها فيه وبيسبورت 5 جي وانت ماشي من غير موبايلك. في واتش فيس جديد اسمه فلو لذيذ قوي برده عشان يبقى compatible مع liquid glass design. في لوبس وباندز جديده موجوده، مديك باند من ارماس برده شكلها شيك قوي مع ماجيك واتش فيس كده مخصوص لارماس. ملخص الابل واتش ان بقى فيها better durability، بقى فيها 5 جي وقتي، بتستحمل السكراتش اكتر مرتين، بقى في ورك اوت بادي وانت بتجري كده يبقى في حد بالابل انتليجنس عشان يسبورت ليك ويسهل لك وانت بتجري او يساعدك ويسبورت ليك وانت بتجري. بس السبيكس بتاعت السنه اللي فاتت مفيش اي تغيير فيها. في تحديث حصل في السنسور بتاع البلاد بريشر، ضغط الدم بتاعك او الهايبرتنشن، فبقى حديث اكتر عشان يقدر يديك ريسبوند احسن ويديك اكيرسي اعلى. فالاضافه مش كبيره قوي لكن ستيل برضه في الابجريد ان هي بروسيسور اقوى وبيلاست معاك فتره اطول. امتى تابجريد الابل واتش سيريز 11؟ لو انت عندك جيل قديم شويه او انت لسه ما رحتش الابل واتش قبل كده وعايز تابجريد، فستيل هيبقى الموضوع كويس. الحاجه الجامده جدا هي الفاست تشارجنج، ان انت 15 دقيقه بس تديك 8 ساعات من الباتري، وده ستيل شيء عبقري يقدر يسبورت ليك مقارنه بالاجيال اللي فاتت. في تطور برضه حصل في الابل واتش مش كبير قوي لكن كويس جدا، وبدا